السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا بفيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة تاعت اليوم غادي نحضروا فيها ميني طاغت بالكريمة تاع اللوز، كتجي زوينة ولذيذة وما كتاخدش لينا واحد الوقت. بالنسبة للقوالب ديال الميني طاغت راه كيتباعوا جاهزين، كاينة الحلوة والمالحة. مادام حنا غادي نحضروا بها الحلوة غادي نختاروا الحلوة. غادي نبداو على بركة الله. المقادير اللي غادي نحتاجوها باش نحضروا الكريمة تاع اللوز: عندنا 2 بيضات، 2 أكياس من سكر فاني، ثم غادي ناخدو 2 معالق كبار من السكر الرطب، و100 غرام أو كأس من اللوز، و2 معالق كبار ديال الزبدة مذابة، ثم القليل من الملح. غادي ناخدو واحد الهاشوار وغادي نحطو فيه أول حاجة هي اللوز، غادي نطحنوه حتى يرجع بحال السميد الرقيق. من بعد كما كتشوفوا في الفيديو كيف اصبح الشكل ديالو، بغينا يصبح بحال هكا، بحال السميده. غنبداو دابا الان نضيفوا المكونات الاخرى. غنضيفوا عليها 2 بيضات. كلشي غادي نستعملوه في الهاشوار بلا ما نبقاو نوسخوا الماعن. نضيفوا البيضه الثانيه، ثم ندير قبصه تاع الملح باش تقاد لينا المذاق. غنضيفو 2 أكياس من فاني، درت 2 أكياس باش تحيد لينا الزفره ديال البيض ما تجيش طاغيه. ثم غنضيفو 2 معالق كبار من السكر الرطب، كما كنقولو حنا في المغرب سكر كلاصي. غنضيفو 2 معالق كبار زبدة مذابة. هذه هي المكونات اللي غادي نحتاجو. غادي نرجعو نطحنوها ويتخلط لينا هاد العناصر كاملة. فهاد الآونة أنا مدايرة الفران كيسخن على 150 درجة من الفوق ومن الأسفل، وحاطة حدايا صفيحة الفرن أو لاطة ومدايرة عليها ورق الفرن وموجداها، وحاطة فيها قوالب ديال الحلوى هما هادو. راه تلقاوهم في المتاجر الكبرى، راه كيبيعوهم موجودين. غادا نبدا نضيف غير معلقة وكنصب الخليط في ديك القوالب، ومن الأحسن أنه ما نعمرهمش حتى الفم باش ما يفيضوش لينا. ساهلة، يعني ممكن تحضريها اليوم العيد، راه ما كتاخدش واحد الوقت، وفي نفس الوقت كتجي بنينة بزاف. هنا بقى ليا واحد الكريمة شاطت ليا ما غاداش نضيعها. خديت هادوك الكويغطات وتا هما غادا ندير فيهم، راه كتجي زوينة. هنا هذا اللوز هذا حبيبات. تقدري تاخدي اللوز إفيلي أو كاوكاو اللي عندك على حسب شنو عندك نتيا. أنا ما غاديش نديرو ليه كامل لأن غادا غنص غنديرو باللوز والنص غادا نخليه هكاك. غندير ليه طريقة تزيين أخرى ولكن حتى يطيبو. هنا غادي يكون صافي الفران راه سخن، غادي ندخلو ليه كيما نذكركم درتو على 150 درجة، درتو من الفوق ومن الأسفل. هنا كنقرب الكاميرا باش تشوفوا الشكل ديالو كي داير.
هنا باقي ما طاب. يلا غادي ندخلو الفرن. هنا صافي راه كانوا طابو، خرجتهم. هذا هو الشكل ديالهم. حاولوا انكم غير يتحمروا واحد شويه صافي خرجوهم، لان غير البيض هو اللي كيطيب لينا، ما كاينش شي حاجه اخرى اللي تحتاج انها طيب. هنا خديت انا الشوكولات، درت ليه حمام مريم، واحد شويه الكوك، وهنا لي بيبيت شوكولا، داك الحبيبات ديال الشوكولات. وطريقه التزيين كتبقى على حساب الاختيار، تقدري تخليهم هكاك الا ما بغيتيش، او تزينهم بالطريقه كما غادا ندير انا. دابا انا خديت هذيك اللي ما مديراش عليها اللوز، غنصب عليها واحد القليل من الشوكولات اللي ذوبناه، ندير غير شويه، غير واحد الكوش من الفوق فقط. غنبقى بهاد الطريقه ونديرها الميني طاغط اللي ما درتش فيها اللوز، هي اللي غندير ليها الشوكولات. كاينه عده طرق للتزيين، كيبقى التزيين كما قلت لكم كيبقى على حسب الاختيار ديال الشخص. شتي ملي درت الشوكولات كيتغير المنظر ديال الطبق، بحال كتعطى واحد الجماليه اكثر. تقدر تخليهم غير بحال هكا بحال بالشوكولات فقط، ولكن انا غادا نزيد نضيف عليهم الكوك. غادا نضيفو الميني طاغط اللي مديره ليه الشوكولات. غندير غير النصف ديال الميني طاغط، يعني منين نشد وحده ندير غير النص ديالها، ما غاداش ندير عليها جوز الهنديه كامله. انا بغيت نزيد حبيبات ديال الشوكولات على حساب اللي عنده وليدات الصغار في الدار، كيبغيو الشوكولاته، داكشي علاش غادا نزيد. كان هذا هو الشكل النهائي، يعني ما خدتش مني الوقت بزاف، دغيا دغيا، لا وقت لا مجهود صراحه، وفي نفس الوقت كتجي زوينه. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم وتعجبكم هذه الوصفه. الى عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم. الى اللقاء، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.